من خلال البث ده انا بحذر الاخوه المسلمين الشباب ان في حمله ممنهجه من الكنيسه للدس بالبنات اللي هم المسيحيات النصرانيات، والتمثيل بقى دور الحب والكلام الفاضي ده علشان يوقعوا اخواتنا وابنائنا المسلمين في حبالهم. فخدوا بالكم، خدوا بالكم من المكيده دي بتبقى مكيده من الشيطان. وكذلك على العكس البنات المسلمات الولاد المسيحيين بيرسموا عليهم الحب والكلام دوت علشان في النهايه الاثنين بيصبوا في محطه التنصير اساليب قذره، اساليب ملتويه بيلتجئوا ليها، سايبين بناتهم لاي شباب ولاي حد بمقابل ان هم يمثلوا عليهم قصه حب ويتنصروا. وكذلك البنات المسلمات المفروض ما نكلمش اي حد على الخاص غير اللي نعرفه في الحدود، ما ينفعش نكلم اي ولد او اي حد ايا كان ما نعرفوش. يعني ده نداء من ليكم، خدوا بالكم علشان الشيطان ليه حيل كتير، وربنا يعافينا ان شاء الله يحفظنا منهم يا رب. آمين يا رب العالمين. الأسلوب ده إن دل فإنما يدل على إفلاس العقيدة. مش عندنا احنا كمسلمين، حتى تلاحظ ان عمرك شفت مسلم سوي تقي يقول لمسلمات مثلا اعملوا زي ما بتعمل عيال زكريا بطرس، البنات تعمل مش عارف ايه عشان تضحك على مسيحيين؟ ولا استنوا لحظه قبل ما اجيب الجزئيه دي، انا كم مره اقول لكم بالله عليكم والناس تجاوب بكل امانه وكل صدق في التعليقات، انا كم مره اقول اي مسيحي يدخل الاسلام جبرا او لشهوه ما او لمال ما يخشش احسن، لان احنا فقراء ما عندناش، ولو خشيت لبنت ولا بسبب بنت فانت مبطن الكفر مظهر الايمان، انت مش مسلم اصلا. انا كم مره اقول الكلام ده في التعليقات يا اخوه؟ اكتبوا لي في اسلامه التعليقات غير مقبول، اسلامه غير مقبول. نعم. لان الايمان موطنه القلب، يعني الايمان في القلب. يعني انا لو كنت مثلا رجل، انا لو كنت رجل وعايزه اسلم، انا ممكن اسلم في بيتي واقعد مع زوجاتي المسيحيه واولادي، مش هتحرك من مكاني ومحدش هيلاحظ عليا ان انا اسلمت. انما علشان انا ست فلازم اطلع بره البيت، لان الزوج اللي معايا ده ما يحلليش دلوقتي وما ينفعش يشوفني في البيت. فعلشان كده احنا كستات لما بنأسلم بنسيب البيت، انما الرجاله ممكن يكملوا في بيتهم وممكن يطلعوا، بس بيمارسوا حياتهم عادي ويشتغلوا عادي في نفس شغلهم، ولا بيفرض عليهم حجاب ولا زي اسلامي ولا اي حاجه. نعم. شفتوا يا اخوه، ده لما سألت السؤال. نعم. شوف انا لما سألت السؤال عشان تعرف الفرق بين المسلمين وغير المسلمين. احنا اصلا في المسلمين ما بنقولش اصلا للبنت ان هي تكلم مسيحي مهما كان في الخاص اصلا ولا في العام. البنت تكلم البنات المسلمات، تدعو المسلمات، او لو مسلمه عايزه تدعو مسيحيه وتتاكد ان هي مسيحيه من صوتها او مكالمه تتاكد انها بنت. بس ايوه، بس بنت مع بنت. كذلك الاخ مع اخ، مش او الاخ مع مسيحي، مش الاخ مع اخت. ايه رايكم؟ انا جالي كذا حوار لكذا مسيحيه في الخاص، او لا بصراحه يا تحاوريني عام يا ما تحاورنيش. صحيح. لان انا عارف الرغي الكتير بتاعهم ده بيخشوا في مواضيع تانية. لا، يبقى لما تيجي عايزه حوار تعالي على العام على طول. انا لما قلت للاخوه كم مره اقول للنصارى لو دخل الاسلام عشان فلوس ولا عشان بنت ما تخشش احسن، يا تدخل للاسلام لله يا ما تدخلش. كتير كتير قلت كتير كتير كتير. ليه؟ هو ده ديننا، هو ده ديننا. دين كده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مش لبنت ولا مش لمال ولا مفلسين صحيح. العقيدة فيطلقوا بناتهم على المسلمين قال إيه عشان يجيبوهم للإسلام. وشوفي أختنا، طب لما الواحدة من دول بنت زكريا بطرس لما بنت زكريا بطرس تدخل عشان تقنع مسلم قال إيه بالمسيحية، فإذ به المسلم هو اللي يقنعها، عارفين هيقولوا إيه؟ هيقول لك بصوا بياخدوا بناتنا عن طريق الحب. إذا كان البنت هي اللي داخله له، البنت دخلت تنصره، الواد أقنعها بالإسلام. هي مش بتدخل عشان تقنعه بالدين يا استاذ محمد، هي بتدخل الاول بتمثل الحب. فهي كده يعني ايه، حصل بينهم علاقه، فهي كده عايز تتجوزني خلاص اتنصر. فاهم؟ هي بتمسكه من ايد الوجعان، انما مش بتدخل. هي لو قالت له انا داخله اقنعك بالدين ممكن يرفض من البدايه. فشايف الاسلوب الملتوي بيبداوا بايه؟
يبداوا ان نعم. هو بيعلقوا الولد بيها، وبعد كده خلاص كده الولد بقى عجينه سهله في ايديهم، من السهل ان انت تتنصر علشان تتجوز دي. اسلوب نعم. اسلوب شياطين، اسلوب اسلوب ابلسه فعلا. ساقط، اسلوب ساقط، ده اسلوب ساقط، اسلوب ساقط. لحمهم عادي وعرضهم عادي، وايه ده؟ ربنا والله يا يعافينا اختنا، منهم. انت قلت، انت اول ما قلتي اول ما ابتدأتي كلامك ابتدأتي بتقولي عايز اوجه نداء من خلال اللقاء ده، فانت اه فكرتيني بالنداء ده. اي اه مسلمة مؤمنة بالله محترمة لها ولأبيها، مهما دخل لها ولد مسيحي يقول لها انا عندي اسئلة انا هأسلم على ايدك في ايوه الخلط، بلوك. تقفل معاه وتعمل له بلوك مباشرة وما بالظبط، تكملش معاه. احسنت. وحتى اي لو بنت برضو تاخد بالها، عشان في برامج، ممكن يكون ولد، في برامج بتغير الاصوات. في صح. برامج يا بناتي بتغير الاصوات، فخدوا بالكم. ابليس خططه كتير وعنده بدائل كتير. فانت على ايه الباب اللي يجيلك منه الريح اقفلي واستريح. وابعتي ريحي له نفسك يا رابط بنتي. محمد نصيف، هاتي له كده رابط الصفحه، قول له خد حاور ده طالما ايوه انت حلو كده. بالظبط كده، انا عندي اخويا محمد نصيب، ادخل آه. اتناقش معاه. وانا هاخده على الله وعلى صليب الحقيقه. بالظبط كده.